كتير قوي بتسأل ليه كوتشنج. كوتشنج از مشوار حياة بنمشيه مع بعض. الكلاينت بيبقى رايح للكوتش عشان يساعده ينور حياته شوية. الكوتش اللي عليه ان هو بيزود النور، فلما بنزود النور الضلمة بتقل اوكي اوتوماتيكلي. ف we don't need to keep combating الضلمة ونقعد نخبط في طواحين الهواء. فاكشلي what we do is ننور شوية نور. ننور النور ده ازاي؟ بننور النور ده بان احنا بنسأل شوية اسئلة. الكوتش بيسأل شوية اسئلة للكلاينت بتوضح له more or less جوانب كانت مش واضحة عنده، جوانب كانت هو شايف انها مش موجودة او هو مش شايفها خالص. فشوية الأسئلة دي بتبقى ولا هادفة ولا دايركتنج ولا بتزق في اتجاه معين ولا جول اورينتد ولا ريزلت اورينتد اوكي. بتبقى كلها زيرو جادجمنت تماما وزيرو دايركشنال وزيرو كل يعني ملوش علاقة خالص الكوتش بان هو يحاول يوصل العميل لحتة معينة. العميل هو اللي مقرر هو عايز ايه، هو اللي بيقرر هو محتاج يخش يمين ولا يخش شمال. العميل بيروح للكوتش بس عشان هو محتاج شوية ترتيب اوكي. عايز ارتب دماغي، عايز ارتب، انا I call it دولاب افكار. يعني انا عندي افكاري وعندي تمام وانا I'm capable enough واقدر اعمل كل حاجة في حياتي، بس انا شوية متلخبط دلوقتي، شوية محتاج اعرف هل انا ادخل يمين ولا ادخل شمال. محتاج اخد قرارات وقلقان شويه ان انا المعطيات اللي عندي مثلا عشان اخد القرار مش مخلياني ان انا ابقى ستيبل انف ان انا اقدر اخد القرار ده وانا مطمن وكونفيدنت ان انا مش هرجع في كلامي او ان انا ارجع اندم على حاجه زي دي. ف حاسس ان حياتي متلخبطه في مثلا وان سايد طاغي على السايد التاني، او انا محتاج عندي بروجكت جديد عايز اعمله بس محتاج ان انا اشوف هرتب ازاي حياتي عشان اقدر ادخل البروجكت ده to flourish in my life من غير ما ابقى مؤثر على بيتي، عيالي، ولادي، the other parts of my life اوكي. بيلجأ للكوتش عشان يمشي معاه المشوار ده. الكوتش مش بيوجهه ولا بيوصله ولا يقول له ولا بيديله ادفايس يعني لازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا ولا لو عملت كده ده اللي هيحصل، لا خالص. هي بس through the generic I would say طبعا اسئله مدروسه مش اعتباطا وخلاص، بتوصل في الاخر الكلاينت ان هو يوصل لحاجه اسمها الاها مومنت. ايه الاها مومنت دي بتبقى اللقطه اللي الكوتش بيبقى مبسوط جدا فيها والكلاينت الاثنين اوكي. اتس سيلبريشن مومنت. العميل بيوصل لحته ان هو فهمت هو ده اللي انتوا عايزينه، فهمت ده اللي انت كنت عايز توصله لي من الاول، يس بس انا I would never come and tell you do this or do that. لازم تبقى طالعه من جواك، لان المناسب ليا ممكن ما يبقاش مناسب ليك. اللي انا شايفاه من وجهه نظري صح ليك انت ممكن يبقى لا. فانا ولا حكم عليك ولا اقدر اوجهك ولا اقدر اقول لك انت اللي هتعمل ايه وما تعملش ايه. الفكره كلها اني بنور النور، فكل الطرق بتبان قدام الكلاينت. الكلاينت بيرتاح للطريق اللي هو جاي منه المناسب له based على كل بقى his experiences, the way he was brought up, his life, his history, الباك بتاعه generally speaking. فالكلاينت هو اللي بيحدد كل حاجة. الكوتشنج يعني it's a zero judgment environment. ما فيش فيها أحكام، ما فيش فيها ازاي تقول كده يا نهار أبيض لا ما تعمل، ما فيش الحاجات دي خالص. it's zero judgmental. it's totally forever privacy secured. يعني ما فيش كلمة، ما فيش حتى ان العميل his identity to be revealed، حتى انت مين حتى ولا ان انت بتروح لكوتش ولا whatever. this is not allowed okay. it's not ethical for the coaching to be done. More or less it's a safe place, it's a safe environment where I can go and be myself بطريقة مريحة بمنتهى الأريحية. ان انا اتكلم واطلع كل الحاجات اللي انا محتاج ان انا اطلعها واحطها على الترابيزه وارسمها واحطها بشكل ما ان هو يقدر ان انا ارتب اوراقي كاني بالظبط بتكلم with my best friend، صديقي العزيز المقرب اوكي my intimate friend. بس الفكره كلها ان the intimate friend as much as he loves me and he cares about me
اكيد هيبقى بينصحني to the best that he can، بس كمان he might not be professional enough to give me اللي انا محتاجه. هو هيديني المشاعر والطبطبه والحب والحاجات الجميله كلها، بس هل هو هيديني الحته البروفيشنال؟ هي ساعات بنحتاجها لما بنوصل ان احنا لا ثانيه واحده انا محتاج فعلا اقرر حاجه ومتلخبط، انا محتاج ان انا ارتب الاولويات بتاعتي. ف this is more or less about coaching. عشان كذا حد سألني what is coaching، بتعملوا ايه يعني؟ اذا دكتور بتدوا ادويه بتعملوا ايه؟ لا it's not، ما لهاش علاقه بالدكتوراه ولا لها علاقه بالطب النفسي ولا احنا دكاتره ولا احنا بندي ادويه ولا لينا دعوه بكل ده. it's just like more of your best friend sitting and discussing stuff معاك اللي هي تخصك و in a professional way علشان ما يحصلش اي خبطات، مش ناقصين حوادث. Okay, thank you so much. See you later.